السلام عليكم ورحمة الله. أخبار عاجلة حبينا نطلع لكم عليها ما يحدث في المملكة العربية السعودية. طبعا وفاة الأسبوع الماضي سلمان بن عبد العزيز وسط تكتم كبير من العائلة الحاكمة بينما قام محمد بن سلمان والمقربين منه باستدعاء قوات باكستانية خوفا من الانقلاب، لأنه حاليا الآن المبايعة، إعلان الوفاة والدفن والعزاء قد يؤثر لاحقا على المبايعة، ويخاف محمد بن سلمان من الانقلاب والإطاحة، وأنتم تعرفون أنه قفز بل التف على نظام تداول السلطة في المملكة العربية السعودية وسط أنباء وتضاربات بأن هناك الكثير من الاحتياطات والمشاكل القاعدة حاليا في السعودية. طبعا الأمير مقرن ما أدري ليش تحرك إلى أبو ظبي، وأنتم تعرفون الإمارات مدى ثقلها على مستوى الشرق الأوسط، والسعودية في عهد محمد بن سلمان قد ذهبت إلى الجحيم. حبينا نبشركم بهذا الفرق. وجود القوات الباكستانية حاليا في المملكة العربية السعودية هي فقط لردع أي انقلاب من قبل مقرن وعيال عمه. على كل حال نعزي الشعب السعودي بوفاة المرحوم سلمان بن عبد العزيز، وإن شاء الله أنه يأتي حاكم. أما محمد بن سلمان فهو في مزبلة التاريخ. على كل حال الأيام القادمة ستشهد الكثير والكثير من الأحداث في السعودية، وكما تعرفون أن المملكة العربية السعودية تعاني حاليا من فراغ سياسي كبير، حيث يعد خالد بن سلمان هو الفاعل الرئيسي للحكم، وهو الماسك الحين الملف الفعلي، بينما محمد بن سلمان قد اختفى على الأنظار. يبدو بأنه متخوف أن ينال العقاب الرادع الذي تعرض له أولاد عمه، أن يجد نفس الأسلوب ونفس الطريقة أن يجدها سلمان بن عبد العزيز أو محمد بن سلمان. كونوا معنا أول بأول، سنوافيكم بالأخبار عبر هذه المنصة الإخبارية.